السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. ستوري تايم ديال اليوم. انا بدر، ومشكلتي انني منعزل عن الجنس الاخر. من صغري ما كانش عندي فضول انني نتعرف على شي بنت ولا نتصاحب. كانت حياتي عباره عن عمل تطبيقي تجسيد الحلم ديال الاب ديالي اللي بغاني نطلع محامي، اللي كان كيصرف عليا دم جوفو. واخا حنا كنا متوسطين الحال، كان مهلي فيا وبزاف. بدات القصه ديالي في السنه الثانيه من لافاك. كنت في السيستم ديالي من لافاك للدار، نراجع شويه، نمشي لاصال، نرجع ندوش الناس. هكا كانت حياتي، وكنت منيتها بقى بحال ما هكاك. واخا الدراري صحابي كلشي مصاحب تقريبا، انا ما عمرني فكرت في هذا الموضوع. واخا كانوا شي خيبوات كيعطوني الاشاره وداكشي. المهم، ما بين هاد الخيبوات كانت واحد البنت سميتها امال. وهاد الامال كانت كتقرا معايا من السيزيام، يعني 4 سنين. وكنت ديما كنتعجب كيفاش حتى باقا كتقرا معايا هاد المده كامله. كانت ديما كتبقى تشوف فيا وغير ساهيه، ولكن انا ما عمرني فهمت راسي. 4 سنين وانا ما كاينش في هذا العالم، كيفاش غادي نفهم وانا مقلوب عليا القفه؟ حتى قررت واحد النهار تعترف ليا، وبالفعل جات عندي مور واحد المحاضره. هي تقول لي السلام بدر، لاباس عليك؟ قلت لها السلام، لاباس الحمد لله، وانتي؟ قالت لي الحمد لله، اجيك تمشي المحاضره ديال اليوم؟ قلت لها بطبيعه الحال كتبتها. قالت لي واخا تعطيها ليا نكتبها، على راسي كان كيضرني وما كتبتهاش. قلت لها واخا ماشي مشكل، ولكن علاش تعذبي راسك؟ ديري لها فوتوكوبي وتهناي. قالت لي خاصني نقراها باش نكتبها ملخصه. قلت لها واخا اللي بغيتي. قالت لي يلا نمشيو لشي كافي ونكتب المحاضره. قلت لها على بركه الله. مشينا الكافي، بركنا، وانا نقول لها امل هانتي ها المحاضره كتبيها. قالت لي شوف بدر، انا ما جبتكش هنا على قبل المحاضره. قلت لها كيفاش زعما؟ قالت لي انا عارفاك واحد الولد اللي حشومي، وما عمرك عاد تعرفتي على شي بنت في حياتك. قلت لها انا ماشي حشومي، غير انا ما عنديش الوقت لهاد الخزعبيلات. قالت لي واش عمرك سولتي راسك علاش حنا الوحيدين اللي بقينا كنقراو مع بعضياتنا من السيزيام؟ قلت لها ما عرفتش، بصراحه تعجبت من هاد الصدفه هادي. قالت لي ما تعجبش، وهذه ماشي صدفه، انت كتعجبني، وانا كنت كندير انتقال كل عام باش نقرا معاك. قلت لها كيفاش كنعجبك؟ لا اختي سمحي لي، انا ما عنديش الوقت لهاد الشيء بالمره. بدر انا عارفك متوتر دابا، ولكن فهمني، انا جاو فيا الخطاب 4 المرات. والديا بداو كيبزوا عليا باش نقبل واحد السيد جاي يخطبني. قلت لها الله يسهل عليك اختي، ونتمنى لك غير الخير، ولكن انا ماشي دراسي. قالت لي فهمني، انا قلبي متعلق بك وما نقدرش نبعد عليك. فهمني يا بدر، عافاك. قلت لها قلت لك اللي كاين اختي، صافي ما تضغطيش عليا، عافاك. قالت لي لا ما يمكنش تدير فيا هكا بدر. قلت لها انا ما داير فيك والو اختي، وغندير راسي بحال ما سمعتش هاد الهضره هادي. الله يرحم لك الوالدين. ما جيت فاش نكمل الهضره حتى جمعاتها معايا بواحد التصرفيقه اللي صراحه بغيت نشدها ونوري ليها التصرفيق ديال بصح كي داير، ولكن شفت في عينيها واحد النظرات اللي خلوني نتسمر في بلاصتي، والناس كاملين اللي في الكافي كيخنزروا فينا. هي تقول لي شتي وما كنتي ليا، والله لا كنتي لشي وحده. قلت لها انا راكي زدتي فيه، ماشي صبرنا ليك تصبنينا هكا. قالت لي والله حتى جيت لعندي وتمنى تزوج بيا، وديك الساعه غتشوف. وهي تمشي بحالها، وبقيت غير بوحدي في داك الكافي، وكل شيء كيشوف فيا، وانا ما عرفتش كيفاش نفرغ الاعصاب ديالي اللي كانوا شاديني هذيك الساعه. بقيت غير كنضحك، والناس ديال الكافي كيشوفوا فيا وبقاو فيا حيت ما فاهمين والو، فاهمين كلشي بالغلط. وهذا الحدث كان اساسي في القصه ديالي، وما عمرني كنت كنفكر باللي بصح غادي نرغب امل باش تقبل عليا كما قالت ليا. مهم، بلا ما نحرق لكم الفيلم، كلشي بوقته. ومن بعد هذاك الديكور اللي طرا، امل ما بقاش كتبان في لافاك. بصراحه بقات فيا، حيت كنت عارف بلي انا هو السبب، بسبب قطع الدراسه ديالها. ولكن الله غالب، اش ندير؟ هي هذيك داز شي شهر هكاك كنت ناعس، حتى فقت مع 2 ديال الليل. فقت وجهي فيه طبايع كحل، ويدي اليمنيه محروقه، وكانت طبعه في الكحل في يديا بجوج. والحلم كان كيخلع،
وما ديتهاش في حالتي ديك الساعه. كنت كنفكر غير في داك الحلم اللي حلمت، اللي من خلاله انني كنت على علاقه بشي بنت، وديك البنت ماشي طبيعيه، كانت سخونه بزاف، وانا ما كنتش كنقيسها لخاطري، بزز مني. كانت الحركه ديالي لا اراديه، كنحاول نتخلص من ديك القوه اللي كانت كتحكم فيا. بقيت كنقاوم حتى فقت، انا باقي كنفكر في داك الحلم، حتى سمعت الصوت في ودني كيجيك. انا الشعر ديال راسي وقف، بقيت غير كنغوت، حتى جات فيا واحد التصرفيقه اللي دوخاتني بالمعقول. في البلاصه جاو عندي والديا بجوج، الوالد بقى كيقرا عليا في القران، والوالده حتى هي. ارتاحيت، وفي الصباح فقت معطل شي شويه، ولقيت واحد الفقيه في الدار اللي جابو الوالد ويسولو على هادشي اللي وقع ليا. لكن داك الفقيه غير شافني بقى مكوانسي، ومن عطيتو اليد ديالي سيد بحال ضربو حمار الليل، قفت جلابيتو وعلق، هو يجري والوالد تابعو. الحاصل وما فيه، المعنويات ديالي نقصوا بزاف. واول نهار غيبت فيه شي محاضره، وموراها تعودت على الغياب، حيت داك الحلم بقى كيتكرر كل نهار، حتى وليت كنحس براسي متراقب. ولكن واحد الصوت حنين في ودني كان كيجيني في ديك الايام، كيطلب مني ما نتخلاش. وما عرفتش علاش ارتاحيت لداك الصوت، يمكن حيت هو الحاجه الغريبه الوحيده اللي حسيتها معايا وماشي ضدي. ما علينا. الوالد جاب واحد الفقيه كيقولوا بلي راه مجد. مهم شافني وشاف لي يدي، وقال لي بلي انا مزوج من واحد الجنيه. وانا غير سمعت هكا وبغيت نحماق. انا غير بنادمه وما قادش عليها، عاد تجيبوا لي جنيه؟ مهم الفقيه قال لنا بلي هذيك الجنيه ماشي مسلمه، وزيد عليها هي بنت شي واحد مهم في الجن. وعاد هاد النوع من السحر خاص الشخص المسحور يتزوج بالشخص المذكور في السحر. وفي البلاصه عرفتها بلي هي اللي عملاتها. امل، وشكون غيرها؟ مهم انا قلبي ما هناش داك النهار، وتسنيت الليل باش نفرقع هاد الرمانه. نعست بكري. المهم داكشي كان كيما توقعت، نعست وحلمت نفس الحلمه، وضرباتني الفيقه في نفس الوقت. بقيت كنتسنى داك الصوت كيف جيت كباطر. قلت لها بغيت نهضر معاك باني ليا. قالت لي ياك شفتيني في الحلم، اش بغيتي كتر؟ نتوما فضوليين. قلت لها واش انتي اللي؟ قالت لي انا اللي تزوجتي بيا، كنتي كتعاشرها في هاد الفتره كامله. قلت لها باني ليا باش نعرف نهضر معاك. قالت لي ما نقدرش دابا، وعرفتك شنو باغي تقول، وهاد الزواج ما عمرو غادي يسالي حتى يموت واحد فينا. قلت لها انا ما مزوج بحد، وعارف كيفاش غادي نسالي هاد الزواج. ديك الساعه جات فيا واحد التصرفيقه باقي لحد الان كنسمع صوتها مره في ودني، كانت قويه بزاف، خلاتني نغيب. المهم فقت الصباح مشيت عند واحد صاحبي كان كيقرا معايا، ساكن في الحومه ديال امل، سميتو عادل. سولتو عليها واش ساكنه حداه تما في الحومه. قال لي لا ما بقاش ساكن هنا، وراه سيمانه دابا باش رحلو، لكن خلاش عندي واحد النمره وصاتني باش ملي تجيني نعطيها ليك. قلت لي اراه اخويا الله يحفظك، خديت من عنده النمره. المهم مشيت ديريكت لواحد الجرده، جلست وصونيت على امل. قلت لها الو السلام عليكم، امل هادي؟ قالت لي وي شكون معايا؟ قلت لها انا معاك باطر، بغيت نشوفك ضروري. ضحكات وقالت لي علاش بالسلامه؟ قلت لها حتى تجي ونهضروا. قلت لها انا كنتسناك في كافي المسيره، وانا نقطع لابيل باش تضطر انها تجي. وداكشي اللي كان، جات كان الحوار ديالنا طويل. قلت لها على سلامتك؟ قالت لي الله يسلمك. قلت لها علاش درتي فيا هادشي، حشومه عليك؟ قالت لي وانت ما حشوماش عليك اللي صارحتك بالمشاعر ديالي وما ديتيهاش فيا؟ قلت لها حتى دابا ما قلتي عيبه بنت الناس. قالت لي كيفاش ما قلت عيب؟ قلت لها انا من ساعه نتزوج بيك دابا فوقاش نجي لداركم. قالت لي وشكون قال لك انا قابله بك؟ قلت لها كيفاش ما قابلاش؟ واش عرفتي شنو درتي فيا؟ انت خرجتي لي على حياتي، دابا كتقول لي ما باغاش. شديتها من يدها بالجهد، ولكن ما قدرتش نبقى شاد فيها. شفت في عينيها شي حاجه ماشي طبيعيه، خلاتني نتسمر في بلاصتي.
كان واحد النظرات مرعبة، كانت كاملة حقد وكراهية، لدرجة خلاتني نتحش من ركابيها وما قدرت نشوف فيها مباشرة. قالت لي ما نقدرش نتزوج بيك. قلت لها انا بغيت نتهنى من عذابي، انتي بديتيه وانتي اللي غادي تساليه. قالت لي انا حضرتك، راه عليا لعنه وانت ما غتحملش العواقب ديالها. قلت لها اللعنه هي اللي عندي انا. واش عرفتي شنو هي؟ تتسنى كل ليله جنيه كتعاشرها بزز منك وملي كتقيسها بحال قصتي العافيه. واش هادي ماشي لعنه؟ وزيد عليها كتجبرني نعاشرها في وضعيات شاده، ملي كنفيق كنلقى راسي كلي محروق. راه ما بقى ليا ما نخبي عليك، انا بغيت نتهنى من هادشي. ياك انتي كتبغيني عاونيني الا كتحسي بشي حاجه من جهتي. راه ما بقيتش باقي قاد نستحمل وانا نعنقها في الزنقه قدام الناس. بغات تبعد مني ولكن ما رخيتش منها، لعل وعسى ترأف بيا وتبغي تعاوني. قالت لي سير دبر عاد الشهود. قلت لها واخا. عيطت على الوالد طلبت منه يجي عند واحد العدول قريب هو والشهود، وهو فهمني في البلاصه، وحنا مشينا قدام الباب ديال الدار اللي فيها العدول. كنت فرحان، كيفاش ما نفرحش وانا غندير الخطوه اللي تخليني نتخلص من هذا العذاب بالمره. يجي يقول لي عيط على باباك وقول لي يجيب الزربه. قلت له راه في الطريق نص ساعه ويجي، ولكن انتي واش ما غتقوليهاش لوالديك؟ قالت لي ما سوقكش فيهم وما عمرك تسولني على عائلتي، فهمتي؟ بواحد النظره شافت فيا بها كتخوف، كانوا عينيها حمرين لدرجه ان داك البيض ديال العينين ما بقاش كيبان. قلت لها واخا ما غنعاودش نسولك هاد الاسئله هادو، وخبيت هذاك الخوف في قلبي غير بزز. حسيت بها ماشي طبيعيه، ولكن اللهم لا عمج ولا العمى، هي بالقليله انها بنادم بحالي بحالها. هي هذيك جا الوالد وجاب شهود معاه ودخلنا عند العدول وكل شيء طبيعي، حتى بدا العدول كيقرا في القران. حسيت بامل مزيره بزاف وبغات تخرج بحالها. بقيت كنصبر فيها حتى كاتبنا وسالينا وديتها معايا للدار نيشان. كان كيحسب ليا صافي الساعه هنا غتبدا المشاكل ديال بصح. وغير دخلت برجلها للدار حسيت بالدار تزعزعات، واحد الاحساس بحال جا للدار الزلزال. الوالده قالت لنا على سلامتكم ولدي، بقات كتعنق فينا وتبوس، بغات تحسسنا بالراحه شويه. وامل ما داتهاش فيها وقالت لي يلا نمشيو للبيت. قلت لها يلا نمشيو، ولكن غير دخلنا للبيت سمعت شي غوته في شكل، موراها هي جلسات في الارض في وسط البيت، دارت واحد الرسم خماسي وجلسات وسط منه، وبقات كتقول شي كلام ما مفهومش. بقات هكاك شي نص ساعه وطلعت فوق الفراش وحيدت حوايجها، وانا فهمت بلي خاصني نقيسها. داكشي اللي كان عاشرتها وهي ما رفضتنيش. قلت يمكن هذا غيكون شرط باش نتهنى من ديك الجنيه اللي حتى سميتها ما عارفهاش. ولكن الغريب في هادشي كامل امل كانت حاسه بالنشوه معايا وطلبات مني ننفذ شي حركات نفسها اللي كانت كتطلب مني هذيك الجنيه. ولكن هاد المره درتهم وماشي رغبه فيها ولا هي عاجباني، لا، انا كنت باغي نتهنى من هادشي. صافي سالينا وقلبت وجهي، بقيت كنستغفر ربي على داكشي اللي درت حتى صوتي تخنق. امل حطات يديها على عنقي حتى كنحس بصباعها غيتقبو عنقي. ما عرفتش منين كتجيب هاد القوه كامله، وقالت لي غادي تسكت تحسن ليك وطلقات مني. وانا قلت لها واخا. بقيت كنفكر باش تبليت عاوتاني وهاد المصيبه اللي لاصقه فيا كي غيجيني النعاس. وفعلا بقيت كنتقلب في بلاصتي وما جانيش النعاس حتى شحفت، ولكن غير غمضت عيني حلمت، ولكن ما كانش نفس الحلم هاد المره. حلمت براسي ما لابس والو وجالس في نفس الفراش اللي كان حلم براسي كان عاشر فيه هذيك الجنيه. ولكن هاد المره ما كناش بوحدينا، كانت معنا امل في نفس البيت، كانت مقابله معاها وكيشوفوا في بعضياتهم
وبقيت انا مصدوم وسط منهم. كانت امل كتقول شي هضره ما مفهوماش، ما عرفتش المعنى ديالها. واخا النطق ديال الحروف عربي، ولكن الكلمات ماشي باللغه العربيه. اما هذيك الجنيه كانت كتكبر وكتحول شي اشكال اللي مهما وصفت لكم ما غتقدروش تصوروها في بالكم. ولكن في واحد الوقت خبرات، ما عرفتش فين مشات. انا بقيت مكوانسي وكنحاول نفهم اش واقع، واخا العقل ديالي ما قادرش يفكر، ما بقاش عندي اصلا. شويه وهي تشدني امل من يدي وطلعتني فوق هذاك الفراش اللي كنت كنكون فيه انا وهذيك الجنيه. مهم ما قدرتش نقيسها، كنت مصدوم من هذوك الاشكال اللي كانت كتحول ليهم، باقيين في بالي حتى لدابا. وانا عقلي هذيك الساعه بحال مخطر، وامل كانت كدير شي وضعيات ماشي هما هادوك، وانا بلا ادنى شعور بالجسد ديالي كنت كنعاشرها، وكنت كنتعجب من الجسد ديالي كيفاش كيتحرك بوحدو، ما كنتش كنتحكم فيه بالمره. عيت نقاوم وما قدرتش نتخلص من ديك القوه اللي تملكاتني في ديك اللحظه، ولكن لساني كنت كنتحكم فيه، كنعرف اشنو كنقول. وفي البلاصه بديت كنقرا القران، وشي 4 دقائق موراها ضرباتني الفيقه ونط من بلاصتي وانا كلي عرقان، وفي الاثار ديال الحروق في يدي ووجهي، في طبعات كحل. وغسلت وجهي ورجعت لبلاصتي، ولكن لاحظت بلي امل ما كايناش. ما عرفتها فين مشات. بغيت نعس ولكن ما جانيش، كندير يجيني النعاس بعد لهداك الشيء اللي شفتو. وانا نشوف بلي هادشي ما مسلكنيش، نضت توضيت وصليت وشديت القران وبقيت كنقراه بالجهر حتى صباح الصباح. صليت الفجر ورجعت تكيت في بلاصتي، ولكن هاد المره النعاس دغيا خطف في عيني، واحلامي كانت عاديه. وغير فقت كنت عارف راسي لقيت دوات الحاله ديالي. فهمت بلي خاصني نكون على طهاره، وداكشي اللي وليت كندير ديما موضي وصلة في وقتها والنوافل. الحاصل وما فيه حسيت بواحد الراحه نفسيه. يا الله شحال زوينه تكون عاطي لربي حقه في العباده. ما نكرش انني في الاول ما كنت كندير حتى شي حاجه خايبه، ولكن ديما كان بالي ما هانيش. كنت كنتسنى الفرصه اللي تجيني فين نبدا نتقرب من ربي. هكا كانت طريقه التفكير ديالي. ما كنتش كنفكر ان الصلاه تقدر تنظف القلب وتصفي الحقد اللي تربى في قلبي. مهم بقيت هكاك شي شهر حتى ولات حياتي عاديه تقريبا. ما بقيتش كنحلم، وامل ما عرفتها فين زادت، وحتى هذيك الجنيه ما بقاش كتبان ليا. ولكن مره كنحلم بواحد الظل كحل كيبقى تابعني. ولكن قدرت نعرفو انه من عائله هذيك الجنيه، انه وقعت لها شي حاجه خايبه، وبسبب هذا الشيء خلاه يتبعني وباغي ينتقم مني. صحيح حسيت بنوع من الرهبه، ولكن ما خفتش حيت كنت حاس ان ربي بجنبي. هاد الحاجه هي اللي خلاتني نكون قوي ويكون عندي توازن كبير، اللي خلاني نسيطر على المشاعر ديالي. وداز سيمانه اخرى وليت كنخرج وكندخل عادي مع المحافظه على الصلاه في وقتها. وكانوا يلاه بداو الامتحانات، وليت داير سيستم اخر. كنحفظ بالليل انا مختم القران في التلفازه حتى قدرت ندوز الامتحانات كاملين على خير. واحد النهار كنت خرجت باش نقضي واحد السخره وجاي للدار حتى صونا تليفوني. الو، ويقول لي يا سيد واش انت بادر؟ قلت لي قال لي جي عندنا دابا المستشفى، راه الزوجه ديالك في واحد الحاله خطيره. شديت الطاكسي ومشيت. لقيت واحد الطبيب كيتسناني باش نسيني على واحد الورقه ديال تحمل مصاريف العمليه ديال امال. الورقه اللي سينيت بلا ما فكرت فيها، لكن عرفت من بعد ان العمليه غتكلف 5 المليون. وخوكم زاوي باقي كيقرا، ولكن الوالد ما خسر ليش. الله يسمح لينا من الوالدين، كان مخبي شي بركه وتسلف ودار يكمل المبلغ. وداروا لها عمليه على مستوى الرحم ديالها، نجحات لها وبقات يومين في السبيطار، عاد خرجناها. في الاول ما بغاتش تمشي معنا للدار، ولكن استسلمت الامر الواقع. الصراحه انا ما عرفتش اش وصلها لهذيك الحاله، لكن الحمد لله اللي ناضت بالسلامه. ديناها للدار ولاحظت انها كانت خايفه من المجي لدارنا، ولكن بقينا نطمنوا فيها
انا والوالد والوالده حتى مشات معانا. كيفاش امان اللي كانت النظرات ديالها ماشي طبيعيه وانا شخصيا كنت كنخاف منها ولات هكا كي شي قطيطه، وبالعكس ولات كتخاف من الشرجم الا دفعوا الريح. ملي قريت عليها شويه ديال القران ما كانت كتهرب منه، بالعكس كانت كترتاح ليه، وهذا الشيء اللي خلاني نفرح. المهم رجعنا للدار، دازو الايام الاولى عاديين. كنت امل تشافات، والاول مره غنسمع فيهم صوت امل اللي كنعرف، امل اللي كانت كتقرا معايا وكنراجعوا الامتحانات مع بعضياتنا. طلبت منها انها تبدا تصلي وما لقيتش مشكل، بالعكس هي كانت مستعده ومتعطشه انها تصلي وتقرا القران. وفي ظرف اسبوع هي ولات كتفيقني نصليو الفجر جماعه، انا وهي والوالد والوالده. حسيت بها تبدلات كلي، حتى حقي فيها ما بغاش تمنعني منه. وصراحه اول مره كنبغي نقيسها ومن قلبي، وكنخدم كل احاسيسي معها. واخا هادشي كامل صراحه ما نسيتش داكشي اللي داز عليا، ولكن ربي كبير. داكشي اللي خلاني نصلي 2 ركعات وكلت من خلالهم امري لله، وبالفعل تمكنت انني نعطيها حقها. ودازت الايام وكل نهار امل كتزيد نور على نور. صراحه ما كنتش متيق الهناء اللي كنت عايش فيه، ولكن كنت كنحرص يوميا على انني نحمد ربي كتر وكتر، وربي كيزيدني في الفرحه على فرحه. الحمد لله. وهاد الفرحه جلات ماديا فواحد القمر عطاه لينا الله وسميناه هدى، وبطبيعه الحال كتشبه لماما. المهم هي كتقول كتشبه ليا وانا كنقول كتشبه ليها، وما عرفناها لما كتشبه، ماشي مهم لما كتشبه. هذه هي حكايتي، ونتمنى تكونوا خديتوا العبره منها. واهم عبره هي صلاه عمود الدين، بها الواحد كيتعتبر مسلم، كيحافظ بها الشخص على الرابط اللي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ثقوا بيا راه ما كيكفيش تكون مزيان مع الناس ومع راسك، خاصك توج الاخلاق ديالك بتاع الصلاه، باش حتى الا تلاقيتي بشي واحد في الطريق سولك واش انت مسلم غتجاوب بكل افتخار نعم انا مسلم. وهنا غتكون صايره ستوري تايم ديالنا ديال اليوم، وتلاقاو في فيديو جديد. ما تنساوش تخلوا لي في لي كومونتير اشنو استفدتوا من هذه القصه هذه. تهلاو. Here we go.